نفس الروح، نفس الانضباط هو باش يكون موجود عند اللاعبين. تغير بعض الاشياء التكتيكيه تو تشوفوها غدوه في الملعب، حاجات خفيفه ماهيش كبيره، ممكن من تحت تكتيكات الكره، ممكن في التعامل هجوميا، لانه تعرف قلنا انه الفريق باش يلعب غدوه الكل في الكل. فريق الزمالك باش نشاهدوا مثلوثي يطلع كثير في الجهه اليمنى، باش نشاهدوا الجهه اليسرى نفس الشيء تطلع ايضا كثير للامام. يعني هذا كل احنا قارين له حسابه، وان شاء الله نكونوا جاهزين للمباراه كما يجب. كي تلعب في الترجي التونسي كل مباراه مصيريه، هذا الكلام اللي قلته في الاجتماع منذ حين تاع اللاعبين. قلت لهم احنا توا 14 مباراه، 12 فوز، تعادلين، يعني لا قدر الله النتيجه سلبيه غدوه راهو كأننا ما عملنا شيء وما سوينا حتى شيء. يلزم غدوه ننزلوا بنفس العقليه، نفس الروح، نفس الانضباط، نفرحوا الجماهير الكبيره اللي قاعده تتنقل معنا في كل مكان وفي كل بلاصه، سواء داخل تونس ولا خارج تونس. يلزمنا نفكروا فيهم هذوكم، ونفكروا ايضا في المسيره نتاع الترجي التونسي، ونفكروا في العالم الكامل ان شاء الله باذن الله. كاش مباراه ثأريه، راهو كل مباراه عندها الحقيقه نتاعها. المباراة هذه ما تشبهش مباريات السنتين اللي فاتوا، مباراة اللي لعبناها منذ 10 أيام ما تشبهش أيضا المباراة نتاع الغد. مباراة أخرى، حقيقة أخرى. فريق الزمالك معناها ما عندوش خيار آخر إلا الفوز في هذه المباراة. احنا نفس الشيء، هذا اللي حطيته معناها في ذهن اللاعبين، أنه نحبوا إن شاء الله تكون عندنا العلامة الكاملة غدوة ب 12 نقطة. جينا لاستاد الاسكندريه باش نفوزوا، باش نلعبوا، باش نضغطوا على فريق الزمالك في المناطق نتاعو، ونحاولوا نسجلوا اهداف. يعني ما عندناش احنا في الترجي الرياضي التونسي نلعبوا نوخروا ورا ولا نلعبوا بطريقه دفاعيه، نلعبوا ضد الزمالك على ارضه امام جمهوره. نحترموا كثير فريق الزمالك، فريق كبير عنده تاريخ كبير، لكن الترجي جاي للاسكندريه باش يفرض نفسه.